يروى أن الله عز وجل لما خلق سيدنا آدم عليه السلام أراه جميع ذريته، فشاف رجل وجهه مضيء، قال: ربي من هذا؟ قال: هذا ولدك داود. قال: ربي كم عمره؟ قال: عمره 60 عام. قال: ربي اعطيه من عمري. قال: لا، إلا إذا نقصت من عمرك. قال: ربي أجل أعطيه 40 سنة. فأعطى الله عز وجل نبي الله داود 40 سنة من عمر سيدنا آدم. لما جاء أجل سيدنا آدم عليه السلام قال: أنا باقي ما خلص عمري. قالوا: لا، في 40 آدم أنت أعطيتها لولدك داود. قال: نسيت. فهذه أول حالة نسيان في التاريخ. فإذا النسيان من زمن أبونا آدم عليه السلام، فما نستغرب أنه اليوم أحد ينسى الجميل أو ينسى المعروف. كأنه لسان حال الشاعر يقول: شلت من حمل السنين ولا عسرني، في حياتي غير نكران الجمايل، ما تغير مذهبي لكن كسرني، ضيعت المعروف بعيال الحمايل. ضيعت المعروف بعيال الحمايل. صحيح.